في عام 1999 شهدت الساحة الفنية حادثاً مثيراً للنقاش حينما وقع حادث سيارة لابن الفنان الكبير عادل إمام رامي، والذي كان في طريقه إلى فيلا والده في الساحل الشمالي. الحادث أسفر عن وفاة سيدة من قبيلة العجارمة، إحدى قبائل بدو الساحل الشمالي. رامي بعد الحادث نزل من سيارته وحمل السيدة إلى أقرب مستشفى، لكنها فارقت الحياة هناك، وعلى الفور توجه إلى قسم الشرطة وأبلغ عن الحادث ليواجه تهمة القتل الخطأ. لكن الحادث لم ينتهي عند هذا الحد، حيث أن قبائل بدو الساحل الشمالي تتبع قوانينها الخاصة في مثل هذه الحوادث. فوفقاً لعاداتهم، القتل حتى وإن كان خطأ يتطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس شيوخ القبيلة لتقديم الكفارة التي تشمل دفع دية. في هذه الحالة كانت الدية 150,000 جنيه للرجل و75,000 جنيه إذا كانت القتيلة امرأة. رفض شيخ القبيلة قبول الشيك المقدم من عادل إمام لدفع الدية، مطالباً بحضور عادل إمام وابنه شخصياً لإتمام الصلح. في البداية رفض عادل إمام خوفاً على حياة ابنه، ورغم محاولات الوساطة من رجال المباحث تمسك شيوخ القبيلة بحضور عادل وابنه لبدء إجراءات الصلح. بعد مشاورات مع أصدقائه المقربين، قرر عادل إمام التوجه إلى القبيلة مع ابنه رامي بشرط ضمان أمنهم وحياتهم. تم التأكيد من قبيلة العجارمة على ضمان سلامتهم، ولكنهم اشترطوا عدم حضور الشرطة أو الحراسة الخاصة، ليحضروا فقط في زيارة سلام وأداء واجب العزاء. تم ترتيب الزيارة التي ضمت وفداً من 20 شخصاً، بينهم 5 من الحراسة الخاصة الذين لم يحملوا أسلحة ظاهرة. في الموعد المحدد تم إغلاق مداخل ومخارج منطقة العزاء، ووصل عادل إمام وابنه في موكب ضم العديد من السيارات، واستقبلهم أهل القبيلة استقبالاً حافلاً، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء وتقبلوا اعتذار رامي عن الحادث. وبالرغم من أن القبيلة رفضت قبول الدية، مؤكدة أن حضور عادل إمام وابنه كان كافياً لإنهاء المشكلة، تم الاتفاق على الصلح. وأشاد عادل إمام بموقف شيوخ القبيلة وشهامتهم في حل الموقف، كما وعد بزيارة أخرى للقبيلة، مؤكداً أنهم يمثلون حياة أفضل من المدينة. تعد هذه الواقعة واحدة من أكثر القصص التي تظهر جانباً إنسانياً وإنهاءً حكيماً للمشكلات وفقاً للعادات والتقاليد.